ليه كل حاجة بقت صعبة بعد ال25 سنة؟ بدأت تحس إنك ما بقتش فاهم حاجة، كل اللي كنت عايز توصل له فجأة بقى بعيد؟ مبروك، أنت دخلت مرحلة الأسئلة الصعبة ما بعد ال25 سنة. أصحابك اتجوزوا أو كل واحد دخل دوامة شغل. بص، دي مش أزمة، دي طبيعة المرحلة، وهنشرح ليه ده بيحصل. المرحلة اللي كل حاجة فيها بتتغير، مش بس شكلك، لأ تفكيرك كمان. أصحابك بيتجوزوا، بيسافروا، بيبعدوا، وأنت واقف تتفرج مش عارف انت ماشي صح ولا غلط. كل قرار بقى تقيل، تغير شغلك ولا تستحمل، ترجع تذاكر ولا فاتك القطر. طب تحاول تبدأ من جديد ولا خلاص؟ تبدأ تقارن نفسك باللي حواليك، ده فتح بيزنس ودي بتسافر وده جاب شقة، وانت تصحى تنزل الشغل بالعافية وتنام تفكر أنا ليه مش زيهم. بص، مشكلتك مش إنك متأخر، مشكلتك إنك بتقيس حياتك على حياة غيرك، وكل واحد ليه ساعته. ساعتك لسه ماشية ببطء عادي بس لسه شغالة. كل قرار بقى تقيل على قلبك، وكل خطوة بقت محسوبة، وكل تجربة بقى فيها رعب من النتيجة. بس فين التجربة من غير غلط؟ مع لو مغلطتش في العشرينات هتغلط امتى؟ بعد ال25 سنة هتعرف إنك مش لازم تكون فاهم كل حاجة، مش لازم تبقى ناجح، بس لازم تمشي، لازم تمشي خطوة حتى لو صغيرة بس تبقى ثابتة. وياريت تشاركونا في الكومنتس ايه أكتر حاجة اتغيرت فيك بعد ما عديت ال25 سنة.